إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. هذه هي الحلقة 16 من حلقات هذا البرنامج، وستكون بإذن الله تبارك وتعالى عن غاية من أعظم غايات القرآن الكريم، وهي غاية الذكر. غاية الذكر، وهي من الغايات القرآنية الكبرى التي ركزت فيها الآيات، بل جعلتها من المقاصد الكبرى للغايات. ونصت كثير من آيات الكتاب العزيز عن التذكر وعن الذكر وعن التذكير، وهي غاية يتم من خلالها الخروج من عالم الغفلة والنسيان المؤدي إلى الخسران والضلال البعيد. ونجد ذلك في قوله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وردت هذه ضمن آيات الوصايا في سورة الأنعام، يتحدث فيها القرآن الكريم عن جملة من الوصايا التي تتعلق بالأحكام الشرعية: عدم قتل النفس، بر الوالدين، عدم أكل أموال اليتامى ظلما، ترك الفواحش. ومن ضمنها على كل يقول الله سبحانه: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويذكر الله سبحانه وتعالى كذلك آياته العظيمة في الثمرات وفي الأرض وما فيها من فجاج وإخراج الثمرات، ثم يقول: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويذكر القرآن الكريم أيضا جملة من الأحكام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقول: يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في بداية سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ويقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا نلاحظ بأن جملة من الآيات المتواترة والمتضافرة والتي تحتشد كلها لتبين لنا وتؤكد أن موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى والتذكر وترك الغفلة وترك النسيان هو من مقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الغايات الكبيرة التي يجب الاهتمام بها والاعتناء بها. والإنسان الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عليه أن يستحضر هذا المعنى. وحقيقة هذا البرنامج ما قصدنا ما نرمي إليه من خلال هذا البرنامج كيف يتجه المسلمون نحو الكليات، نحو القضايا الجامعة، نحو تحقيق المقاصد الكبرى لهذا القرآن العظيم. فمقصد الذكر من أعظم هذه المقاصد. ولكن ما هو الذكر؟ ما هو الذكر في اللغة العربية؟ وما هو الذكر في القرآن أو في الاصطلاح؟ مفهوم الذكر كما ذكرنا في مقدمة الحديث: الذكر في اللغة العربية يعني الحفظ. الشخص الحافظ هو مستذكر وذاكر، وبالتالي ليس ناسيا. وتذكره يعني عدم نسيانه، ثم حمل هذا المعنى اللي هو عدم النسيان والاستحضار للشيء الذهني، حمل على ذكر اللسان. وعليه فله في اللغة العربية الذكر له معنيان: المعنى الأول استحضار الشيء في الذهن بحيث لا يغيب. الشخص الذي يستحضر الصور الذهنية، يستحضر كلمات، يستحضر معاني، يستحضر ذكريات، هذا الاستحضار الذهني بحيث لا يغيب عنه ويكون ناسيا، أو يغفل عنه فيكون غافلا، هذا هو المعنى الأول للذكر. طيب، المعنى الثاني هو التلفظ باللسان، ولعل هنالك تداخل. أما بالنسبة للاصطلاح، فربما لو سألنا كثير من المسلمين ماذا يعني أن تكون ذاكرا وما هو مفهومك للذكر، ربما لانصرف
يعني كثير من الناس إلى معنى محدد، وهو الذكر اللساني، وهو أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيقولون فلان ذاكر لأنه كثير الذكر بلسانه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يوسع كما عهدناه. ذكرنا بأنه كيف وسع في تعريف مفهوم العبادة، بحيث يخرج من دائرة التعبد الشعائري إلى دائرة تشمل التعبد في الحياة كلها. كذلك أيضا يفعل شيخ الإسلام هنا في هذه المسألة. ونحن على كل ذكرنا بأن موضوع الذكر في حلقة التضرع، ذكرنا بأن الذكر هنالك ذكر مسألة وله ارتباط بالدعاء، وهنالك ذكر يعني ذكر ثناء ودعاء وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو الذي نحن الآن إن شاء الله بصدده اليوم. يقول ابن تيمية في تعريفه لموضوع الذكر، يقول: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من اشتغل بالعلم بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه فيه أو يفقه غيره، فقد يفقه غيره مما سمي في كتاب الله وعلى لسان رسوله فقها، فإنه يعد من أفضل أنواع الذكر. لاحظوا الآن، الذاكر هنا الآمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المعلم للناس الخير، الذي يجلس في حلقات العلم لتعليم الناس القرآن، من يحض الناس على الخير، هؤلاء كلهم في ذكر الله سبحانه وتعالى بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. تعالوا معي الآن إلى الذكر في القرآن الكريم. الذكر سبحان الله من خلال تتبعنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة الذين يعني كتبوا في علوم القرآن أمثال الإمام السيوطي عليه رحمة الله، طبعا هنا يتتبعون مفردة الذكر من خلال السياق، فترد مفردة الذكر في أكثر من سياق، وكل سياق من السياقات هو صحيح تركز على المفهوم المركزي، وهو استحضار ما في الذهن وعدم الغفلة وعدم النسيان، لكن يبقى بعد ذلك لكل موطن وردت فيه كلمة ذكر فإنها تدل على معنى معين. حتى أوصلها الإمام السيوطي عليه رحمة الله، أوصلها إلى ما يمكن أن يصل إلى 20 معنى، يصل إلى 20 معنى. وإذا أردنا أن نختصرها ونجمع بعضها في بعض كما هو بعض القضايا المتشابهة، يمكن أن تصل إلى 10 معاني. طيب، أول كلمة الذكر في القرآن الكريم من حيث المفردة، سواء كان جمع أو مفرد أو مصدر أو فعل ماضي، فعل مضارع، اسم مصدر، يعني كل السياقات اللغوية وردت 242 مرة. يعني لاحظوا الآن هذا الحشد 242 مرة بصيغ مختلفة، فيها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وإلى غير ذلك. ولكن في كل هذه السياقات ترد في كل مرة بمعنى من المعاني. فأحيانا ترد لفظة الذكر بمعنى ذكر اللسان، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تذكرون آباءكم وتثنون عليهم شعرا ونثرا في مقامات الشعائر في عرفات ومزدلفة ومنى، اذكروا الله أي باللسان، اذكروا الله كما كنتم تذكرون آباءكم. والمعنى الثاني ذكر القلب. القرآن الكريم يذكر ذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم. هنا ذكروا الله لا يعني باللسان، ولكن استحضروا المعاني العظيمة، واستحضروا رقابة الله سبحانه وتعالى، واستحضروا الخوف من الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا حصل استحضار قلبي. إذن هنا الذكر بالقلب. أيضا من معاني الذكر في القرآن الكريم معنى الحفظ: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه، أي احفظوا ما فيه. ومن معاني الذكر أيضا في القرآن الكريم الطاعة والجزاء: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم أي أطيعوني، فإن أطعتموني فإني أذكركم في مقامات هي خير من مقاماتكم. أيضا تأتي بمعنى الصلوات، وهنا نلاحظ أن الصلاة دائما في القرآن الكريم تأتي في سياق الذكر: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي إذا أمنتم من حالة الحرب والخوف فاذكروا الله أي بصلواتكم العادية. أيضا من معاني الذكر العظمة: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا
ما ذكروا به أي ما عظموا به وما رفعناهم به، فلما نسوا ذلك يعني أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. من معاني الذكر أيضا البيان. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي جاءكم بيان من ربكم. لاحظوا الآن تتسع معنا في القرآن الكريم سبحان الله المعاني لدرجة أنها تستوعب كل الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الدين هنا سنلاحظ كما ذكر كل المعاني التي يكون فيها استحضار للقلب، ذكر للسان، محبة لما يريده الله سبحانه وتعالى، يدخل معنا في الذكر. فهنا نلاحظ ذكر اللسان، ذكر القلب، الصلوات الخمس، الطاعة والجزاء، العظمة، البيان، الحديث كما قال الله سبحانه وتعالى اذكرني عند ربك أي حدثه بحالي. أيضا تأتي كلمة الذكر في القرآن بمعنى القرآن والكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى من أعرض عن ذكري وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، هنا المقصود به القرآن. وتأتي كذلك الذكر بمعنى التوراة، فاسألوا أهل الذكر، هنا تحديدا كان تعني التوراة باعتبار أن هم كانوا أهل الذكر قبل المسلمين. تعني كذلك كلمة الذكر في القرآن الكريم الخبر، سأتلو عليكم منه ذكرى، أي هذا ذكرى بمعنى خبرا، هذا ذكر. الله سبحانه وتعالى يأتي بقصص الأنبياء، مجموعة من الأنبياء زكريا وإسماعيل وإبراهيم وكذا، ثم يقول هذا ذكر، هذا ذكر، أي هذه أخبار وأنباء. فإذا الذكر يأتي بمعنى الأخبار. فنلاحظ هنا القصص القرآنية تأتي بمعنى الذكر، ولذلك نلاحظ هذا المعنى تتسع كذلك آفاقه ليشمل لنا عدة أشياء. سبحان الله، هذا التتبع من العلامة السيوطي عليه رحمة الله للمفردة القرآنية تعلمنا إن شاء الله في غاية التدبر كيف يمكننا أن نتدبر كتاب الله. يعني مجرد ما تسمع كلمة ذكر لا تذهب مباشرة إلى أن تحملها على معنى معين، لا، يجب أن تنظر السياق الذي وردت فيه. ماذا تعني هذه المفردة تحديدا في هذا المكان؟ تعني أيضا كلمة الذكر في القرآن الكريم الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي بمعنى هو رفعة لك وشرف لك ومقام عظيم لك، وكذلك للمسلمين ولقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تعني كلمة الذكر العيب. كلمة الذكر تأتي في بعض السياقات عيب، كما قال الله أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم. هنا نلاحظ بمعنى يعيب عليها، يذكرها بسوء لا يذكرها بخير، يعيبها ولا يثني عليها. أيضا من معاني الذكر اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يسمى أيضا ذكر من بعد الذكر، فلقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد اللوح المحفوظ. وتأتي كذلك بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولا زلنا مع الذكر. هذه الغاية العظيمة التي ينبغي أن نسعى إليها جميعا. وكنا نتحدث عن معاني الذكر في القرآن الكريم، وذكرنا باتساع رقعة الذكر ومعاني الذكر ودلالات الذكر في القرآن الكريم أوسع بكثير من الدلالات اللغوية. وهذه مسألة مهمة جدا للذين يتعاطون مع كتاب الله ويقرؤونه ويتدبرونه. فالله سبحانه وتعالى ذكرنا عدة معاني، من ضمنها ذكرنا اللوح المحفوظ، وذكرنا الثناء، وكذلك المعنى السادس عشر هو الوحي. تأتي كلمة الذكر بمعنى الوحي. يقول الله سبحانه وتعالى فالتاليات ذكرى، فالتاليات ذكرى. المعنى السابع عشر تأتي معنى كلمة الذكر ويعني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرى، قد أنزل الله إليكم ذكرى، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وتأتي كذلك بمعنى الصلاة، سواء كان الصلاة عادية، صلاة جمعة، الصلوات الخمس، صلاة العصر، على كل تأتي أيضا بمعنى الصلاة. ولذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وتعني كذلك صلاة الجمعة تحديدا فاسعوا إلى ذكر الله. وتعني كذلك صلاة العصر، كما قال الله سبحانه وتعالى
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إذا نلاحظ بأن موضوع الذكر في القرآن الكريم موضوع واسع وله دلالات عميقة، ولا بد ونحن نتكلم عن الذكر أن نستحضر كل هذه المعاني ولا نختزل معنى الذكر فقط في الشخص الذي هو يذكر بلسانه. إذا جئنا إلى أنواع الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى سنلاحظ بأن أنواع الذكر يمكن أن نجملها في 3 أنواع. النوع الأول هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وذكر عظمته وجلاله وكبريائه وأمره ونهيه. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله من حيث التعلق به سبحانه وتعالى. هذا النوع من أعظم أنواع الذكر، وهو أن يستحضر الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكون الله خالقا رازقا محيي مميت، وأن هو من أوجد هذا الوجود، ويذكر وحدانية الله وكمالات الله سبحانه وتعالى، ويذكر كذلك أسماء الله الحسنى. هذه من القضايا المهم جدا ننبه إليها، ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هنا نلاحظ الإحصاء لأسماء الله ليس أمرا بسيطا يتصور بعض الناس بأنه والله أن يقول الله الرحمن الرحيم الملك وأحصاها حفظ، لا، ليست هكذا. إنما تقف مع كل اسم من أسماء الله، ما هو دلالات هذا الاسم، ما هو تجليات هذا الاسم، ما هو تمظهرات هذا الاسم، فيما يتجلى هذا الاسم من أسماء الله، ما هو أثره علي أنا كعبد، ماذا يمكن كيف أترجم هذا الاسم من أسماء الله في حياتي. إذا من أحصاها بعد أن عرفها، عرف معناها، عرف دلالاتها، عرف أبعادها، عرف تمظهراتها في الوجود، حينها سيدرك بأنه ما في الكون كله وما في الوجود كله إلا مظهر من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يعني الوجود كله تجليات أسماء الله. فمثلا اسم الله الخالق سيتجلى في الخلق، اسم الله الباري سيتجلى في البرية، اسم الله المحيي سيتجلى في الحياة، اسم الله المميت سيتجلى في أعظم حقيقة من حقائق هذا الوجود وهي حقيقة الموت، وهكذا اسم الله الرزاق سيتجلى في أن هذا الكون كله، البشر والشجر والحجر والناس والملائكة، كل هؤلاء الله وحده الذي يرزقهم. فكيف تستطيع في التذكر أن تستصحب هذا المعنى الأول أو النوع الأول، وهو يمكن أن نسميه الذكر المعرفي، الذكر العلمي، وهو أنك تستطيع من خلال الوقوف على أسماء الله وعلى صفات الله سبحانه وتعالى أن توسع في هذا المفهوم لتحصي أسماءه علما ومعرفة، ثم تبدأ بعد ذلك في التعاطي معه. وبالتالي ليس لله اسم معطل لا يعمل، هذه مسألة مهمة جدا. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها فاعلة، كلها عاملة. ولذلك اسم الله التواب مثلا، اسم الله التواب، طبعا بعض الناس تجده سبحان الله يتضايق ربما، وهذا من حقه ومن حق أي مسلم أن يتضايق من المعاصي والذنوب، لكن تصور لو لم يكن هنالك عصاة، ولو لم يكن هنالك من يذنب، ولو لم يكن هنالك من يسيء، هل كان هنالك من يتوب؟ وهل كان اسم الله التواب سيكون عاملا وفاعلا أم أنه سيكون معطلا؟ ولذلك كل أسماء الله سبحانه وتعالى تجدها فاعلة وعاملة. كذلك مثلا اسم الله الجبار، اسم الله الجبار، تصور أن هؤلاء الطغاة الذين يتجبرون في الأرض ويستكبرون فيها، لو لم يكن هنالك قسم لهم باسم الله الجبار، أكان فعلا اسم الله الجبار يعمل؟ فإن هؤلاء بجبروتهم يقسمهم الجبار. ولو ذهبنا إلى المعنى الآخر، الذين تنكسر قلوبهم ويحصل فيها نوع من الانكسار، من الذي يجبر هذه القلوب سوى الله باسمه الجبار؟ فإذا الجبار سنلاحظ تعمل في اتجاهين، في اتجاه كسر المتكبرين ودمارهم وضربهم وقصمهم في اللحظة التي تكون فيها حكيمة، لحظة حكيمة بمعنى وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فالله سبحانه وتعالى في لحظة معينة هو يعلمها ويحددها ولسنا نحن، حينها يمكن فعلا الإنسان أن يدرك هذا الأمر وتعمل إذن أسماء الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، إذا فهمت عموما هذا الاسم وعرفته وفهمت مظاهره وفهمت براهينه،
فهمت تطبيقات هذا الاسم؟ هذا ذكر، باب من أبواب الذكر أن تذكر الله خالقا مربيا مسيرا، وأن تذكره في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى العليا، ويندرج في ذلك الكثير من الذكر، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة. هذه كلها تندرج معنا في هذا الاسم. يعني عندما نذكر الله سبحانه وتعالى، عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى، نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم، هذا كله يندرج معنا في أنواع الذكر بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني من أنواع الذكر هو أن تذكر أمره ونهيه فتمتثل لأوامره وتجتنب عن نواهيه، وتذكر حلاله وحرامه، وتذكر المباح وتذكر المكروه والمندوب، فتتأمل وتتذكر هذا الأمر، بحيث والله إذا أردت أن تقدم على شيء لا تقدم عليه حتى تعلم حكم الله فيه، وهذا نوع من الذكر. النوع الثالث من أنواع الذكر، وهذا طبعا نوع عظيم جدا، اللي هو التذكر في أمر الله ونهيه. في البداية تعلق بالله عز وجل، الثاني تعلق بأمره وبنهيه، ألا له الخلق والأمر. النوع الثالث من أنواع الذكر وهو ذكر الآلاء والنعم. ذكر الآلاء والنعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمثلا آية النبات نجد أنها تأخذ مثلا غاز الفحم وتطرح الأكسجين، هذه آية عظيمة جدا. ونجد مثلا التأمل في النباتات، في خلقها، في إخراجها، فيما نفعله نحن بها، وما يبدأ بعد ذلك يفعله الله بها. فمثلا نحن أمرنا الله فقط أن نضع الحب على الأرض، ننتظر بعد ذلك الرزق من السماء، وفي السماء رزقكم، وهنا غالبا المياه تنزل من السماء فيها رزق. الله سبحانه وتعالى يذكر بأن هذه فيها رزق. الرزق هنا بمعنى الماء النازل من السماء، فتنزل الأرزاق من السماء، تنزل المياه من السماء، ثم تبدأ بعد ذلك عملية الزرع. أأنتم تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كل ما يحصل في هذه النبتة أو هذه الغرسة التي تغرسها بعد أن وضعتها في الأرض ليس لك منها شيء، فالله سبحانه وتعالى كما أنك وضعت نطفتك في رحم المرأة يتولى الخلق كله بعد ذلك الله، كذلك في الزراعة يتولى الزرع كله بعد ذلك الله سبحانه وتعالى، ويحدثك عن نشأتك وأنت من لحظة النطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم كذا، ثم يتحول هذا الأمر إلى عظام، ثم كسونا العظام لحمة، وهكذا إلى أن نخرج إلى الحياة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا التدبر وهذا التذكر وهذا الذكرى في هذا الموضوع تورث كذلك نوعا من عمق التذكير وعمق التذكر بالله سبحانه. وهذا النوع من التذكر حقيقة واسع جدا، لدرجة أنك لا تستطيع أن تقول والله أنا أحصيت نعم الله وآلائه. وستلاحظ بأن نعم الله عليك، نعم الله على عالم الحيوان الذي هو ينعكس عليك، نعم الله على عالم النباتات سينعكس عليك، نعم الله على البحار وسينعكس عليك، نعم الله في هذا الكون الفسيح الذي يقول الله فيه: خلق لكم ما في السماوات والأرض. هذه كلها نعم الله سبحانه. هنا ستأتيك مباشرة قضية أنك والله استحضرت نعم الله فرأيتها عظيمة 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 جدا، ورأيت واقع الحال عندك فرأيت أنك مقصر جدا. فما بين تقصير العبد وشعوره بالذنب وشعوره بالتقصير وما بين تعاظم نعم الله عليه، هذه الفجوة، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، هذه الفجوة تملأ بالاستغفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد الاستغفار، وهو الحديث الذي جاء فيه: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فأنك اعترفت بنعم الله واعترفت بتقصيرك، ثم حاولت أن تسد هذه المسألة عن طريق الاستغفار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولنا حلقة أخرى في موضوع الذكر، فنواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.